انا اتكلمت على اشرف، اتكلمت على تريزيجيه، خلينا ناخد الناحيه الثانيه، احمد سيد زيزو. ويمكن انت متابع اكتر مني في الحته دي، فعايز اسالك احمد سيد زيزو انت شفت ايه من اول اعلان الصفقه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ ايه المردود اللي اداهوني احمد سيد زيزو؟ هل هو طلع من الخلافات اللي كان عايش فيها مع الجماهير ومع طب مجهوده في الملعب؟ فانا عايز اسمع منك شويه عن زيزو. هو بالنسبة لزيزو أنا لما كنت بشوفه مع الزمالك كنت بشوفه إن جمهور الزمالك عامل عليه هالة جامدة من الإعلام. هو لاعب كويس ما يقارنش بالأساطير، يقارن مثلا بحسين الشحات أو كده. لما الأهلي جابه أنا الصراحة كنت شايف إن هي فرصة للأهلي كويسة، لعيب نجم في الدوري المصري بقى ليه دور مع منتخب مصر، وجه في الآخر إن بقى انتقال حر، فالأهلي لازما كان يركز إن هو كان عايز يجيبه. يعني دي فرصه كويسه جدا للاهلي، خصوصا ان هو ما كانش هيكلف الاهلي مبلغ في التعاقد. لما الاهلي جابه كان مستني منه، الجمهور كان مستني منه نفس المستوى اللي كان بيقدمه مع الزمالك. زيزو لعيب ممتاز جدا، ولما بيلعب وينج بيبقى قوي جدا. هو كان مع الزمالك بيعمل اسيستات وكان بيشوط، ولما بيلتزم بحته ان هو يلعب وينج. لكن انا شايف الصراحه ان في ظلم اتعمل ضده من ساعه ما جه الاهلي. مش حته حد ظلمه، حته ان كان في مدرب ريبيرو لعبه في دور مش مركزه خالص. في لعيب بيقدر يتطوع يلعب في اكتر من مركز زي امام عاشور، لكن زيزو ما يعرفش يلعب غير وينج يمين. هو عدلة رجله كده، هو نظامه كده من ساعة ما بدأ يلعب كورة. لما دخل بقى في وسط الملعب بأربعة مش عارف يلعب الدور، ظهر بالمستوى اللي خلى ناس تقول هو زيزو فين، وفين اللي اتدفع فيه 100 مليون، واللي يقول ده اتدفع فيه مليار والكلام ده كله. انا شايف ان زيزو لحد دلوقتي النسخة بتاعته هيبقى فيه احسن من كده لو المدرب اللي هو موجود دلوقتي طور من ادائه وخلاه يلعب بس في مركزه. نتمنى ان ده يحصل في الفترة الجاية. بالنسبة لصفقة زيزو انا مش مقيمها فني، لعيب زي ده انا مقيمه من حاجات تانية. ان هو بقى مثلا صفقة تساوي في الفرقعة الاعلامية واللي عمله على السوشيال ميديا، حاجة قريبة كده من انتقال رضا عبد العال من الزمالك للاهلي. من ايامها ما شفناش لعيب جه من الزمالك راح الاهلي عامل نفس الراو ده. الاهلي كسب كتير جدا من تقديمه على السوشيال ميديا. حصل تفاعل، اكتر تفاعل في تاريخ الشرق الاوسط لتقديم لاعب. يعني مثلا ممكن اللي عداه بس كريستيانو لما جه الدوري السعودي. الجماهير كلها كانت بتتكلم حتى في الدول العربية الاعلان ده. فممكن الاهلي كان باصص للموضوع ده من حته تسويقيه قويه، ان هو يبعت رساله ان هو يقدر يجيب اي نجم دلوقتي، خصوصا ان ده كان لعيب كان معروض عليه 5 مليون دولار من الدوري السعودي. تاني حاجه ان الاهلي عارف ان زيزو عنده حاجه كويسه اللي هي الاستمراريه في الاداء. زيزو كان اللي بيميزه اخر 5 سنين ان هو بيلعب من اول الموسم لاخر الموسم عنده ثبات في المستوى. ممكن لو المدرب اداله التوظيف الصح وثقته في نفسه، يعني علت اكتر واكتر وهو لعيب عنده ثقه في نفسه، ان يجي منه نتائج محدش يتوقعها. طب انت هسألك سؤال، اتفضل. انت لو المدير الفني للنادي الاهلي وعارف كواليتي زيزو وعارف انه بدنيا ما شاء الله ممتاز، تمام. هتلعب زيزو وينج ولا هتلعبه 8 ولا هتلعبه 6؟ لا حلا باللي انت شفته، انت شفت زيزو مع الاهلي وشفته مع الزمالك، كلام سليم. وانت ليك حريه الاختيار، هتختار زيزو في انهي مكان؟ على فكره زيزو لعب في 3 اماكن ولعب باك رايت. مظبوط. بس احنا هنبعد شويه عن حته الباك رايت رغم ان انا بحبها لزيزو يعني. مظبوط. لكن انت في المكان ده هتختار فين؟ هتحط زيزو ازاي؟ هلعبه وينج يمين، مش هخليه يلعب في مكان تاني في الملعب غير الوينج يمين، لان هو قوي جدا فيها. في كذا نوع للاعبي الوينج. في وينج بيبقى مثلا زي ميسي بس ده قليل يجي في التاريخ، وفي وينج بيبقى ملتزم على الخط وبيعمل اسيستات للمهاجم، رفعات او يديله ثرو او ساعات هو يشوط. زيزو من النوعيه دي، النوعيه دي مطلوبه، والاهلي طول عمره لعبه مباشر وسريع. هو لعيب لايق جدا على الاهلي. مشكلته ان هو جه الاهلي في اوضاع غير طبيعيه شويه. ولسه قايل لك ان احنا عندنا الوينجات ما اكثرهم، يعني ما عندنا أكثرهم. وينجات كتير جدا ودي مشكله. كلام سليم. في ماتشات هتبقى محتاج زيزو، وفي ماتشات تانية هتبقى محتاج لاعب زي حسين الشحات. الاهلي قدر ينوع في الكواليتي بتاعت الوينجات بتاعته، ودي حاجه كويسه. وانا ضد خروج حسين الشحات. حسين الشحات وزيزو هما الاثنين وجودهم هيفيد الاهلي جدا في الفتره الجايه ان شاء الله. انا بس